احمد السيد زيزو ونادي الزمالك والنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان نادي بحجم نادي الزمالك والذي هو يعتبر القطب الثاني للكره المصريه كل شغل حاليا ان انا ازاي امنع احمد السيد زيزو من انه يشارك مع الاهلي في كاس العالم. يعني انت دلوقتي نادي عندك مشاكل كتيره جدا، منهم ايقاف قيد اللي بيحصل كل شويه، منهم ان لعيبه كتير جدا مش عايزه تجدد علشان مش شايفين مشروع قدامهم، مش شايفين مشروع يقدر النادي ده يتاسس عليه ويرجع وياخد بطولات من تاني. نادي الزمالك اللي بدا يختفي تدريجيا من الصوره بعد ظهور نادي بيراميدز وبعد ما حقق بطوله افريقيا اللي غايبه عن نادي الزمالك من 2002. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان نادي الزمالك بقاله 23 سنه مش قادر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، في حين ان نادي بيراميدز المتاسس من 7 او 8 سنين تقريبا قدر ان هو يحقق الانجاز ده، بل ان هو بقاله 3 سنين بيلعب في دوري ابطال افريقيا على حساب مين؟ على حساب الزمالك. عندي لعيب زي عبد الله السعيد مش راضي يجدد للزمالك بغض النظر عن الفلوس، بس هو مش لاقي مشروع، هو مش لاقي اداره رايحه تجيب لعيبه واداره شاغله بالها ازاي اجيب لعيبه وازاي ارجع شغف الفرقه تاني في ان هي تاخد بطولات. لا، ده كل اللي شايفينه ان احنا هنروح ندعم بيراميدز عشان ياخدوا افريقيا، لا احنا هنروح ندعم بيراميدز علشان يخصموا ال3 نقط من النادي الاهلي عشان بيراميدز ياخد الدوري. طب انت فين؟ وترجع تلوم على حسام عبد المجيد ان هو مش عايز يجدد لنادي الزمالك وعايز يروح النادي الاهلي علشان يلعب في المحافل الدوليه. طب ما ده طبيعي، انت اقصى طموحاتك انك ترجع تاني لدوري ابطال افريقيا، في حين ان النادي الاهلي عايز يلعب في كاس العالم بل وينافس، مش مجرد مشاركه او ان احنا نأدي اداء مشرف وخلاص. فلو نادي الزمالك فضل على الحاله دي، نادي الزمالك هيحصل اللي قبله وينزل زي الاسماعيلي، ويفضل ينزل تحت زي مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، زي فالنسيا في الدوري الاسباني، ويفضل ينزل لغايه اما يختفي خالص من الصوره ويبقى قطبي الكره المصريه النادي الاهلي وبيراميدز.